من رماد البارود تستخرج الحياة. بهذا العنوان استقبل عدد من العازفين العراقيين الانفجارات المتعددة التي ضربت العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات الماضية. فما أن نظف المكان في ساعات الصباح الأولى إلا واتفق عدد من الشباب على بث الروح من جديد في المكان وإيصال رسالة إلى السياسيين مفادها. حابين نبعث هاي رسالة السلام، نقول مهما يسوون تبقى ابتسامتنا. احنا ارجع اقول لكم يبقى الفن هو مقياسنا، يبقى الفن هو موجود اساسنا هنا، وما تغيب ضحكتنا ان شاء الله. يعني هاي دائما معروف هذا الشيء، انه السياسة عالم، الفن عالم اكبر من السياسة. السياسة حايرين نفسهم خاصة عندنا بالعراق احنا، لكن احنا وصلنا بفننا بموسيقتنا. شفنا انتم جيتوا غيركم اجوا، جمعنا العالم كليته مجموعة احساس خلال 45 او 50 دقيقة. لا عبالهم انه من يفجرون بمكان راح يقضون عليه او يخوفون الناس او تنتهي الحياه فيه، بالعكس هذا المكان هسه نفسه التجاه اشوف مفجرين به. طلعت من الكليه انا وصديقي وتواعدنا وجينا بهذا المكان نعزف وما نخاف، وجاي اشوف هسه الناس جاي تصلح المكان مالته وراح ترجع الحياه طبيعيه كما كانت. فانا جيت لهذا المكان التفجير وما خايف من اي شيء، جيت وقدمت هذا الشيء. اذا هو السياسي اذا يقدر يسوي شيء جزء بسيط للعراق خليه يسوي. وما أن بدأ الشباب بالعزف حتى بدأت الحياة تعود إلى المكان من جديد من خلال تجمهر الكثير من الناس حولهم ممن كانوا شاهدا على التفجير. بث روح التفاؤل والحياة من جديد بين المواطنين لم ينسهم توجيه الكلام اللاذع إلى الحكومة العراقية. بالنسبه للموسيقى فرحانين، يعني يحسسونا يعني كل شيء ماكو، ولو احنا هسه هاي هنا عوائل تدمرت، يعني حرامات هذا الشعب هيك تدمر، حياته تدمرت، كل انفجارات، عشنا حياتنا كلها انفجارات، يعني ماكو مسؤول كذا هذا الشعب العراقي. حرامات الشباب هاي راحت، هاي العوائل راحت، هاي انفجار. ليش؟ شنو ذنبنا احنا؟ شنو سويناه؟ شنو سويناه حتى هيك يسوون بينا؟ يعني افضل من غير ناس، مثلا على الاقل جو يسوي واجبهم وجو. اكو ناس ما جتي اصلا، مثل اكو هواي سياسيين يعني بس بالتلفزيون نشوفهم، ومنها بالانتخابات هم يعني يقول لك نسوي لك ونسوي لك، ومنها يصير هاي انفجارات. على الاقل ياخذون من خاطر المواطن. يعني هاي الناس البارحه استشهدت، شنو ذنبها؟ خطوة هي الأولى من نوعها في العراق، وبحسب من قام بها فإنهم أدوا دورهم كفنانين بإعادة الحياة، كما إن الإرهاب قد أدى دوره بقتل الحياة. ليبقى السؤال وعلى لسانهم: متى يؤدي الكثير من السياسيين دورهم؟ من بغداد يعرب القحطان، قناة دجلة الفضائية.